كتير على الدرس الأولاني. مش عايزكم تقلقوا من حاجة، إن شاء الله المنهج سهل وبسيط. أول حاجة كان بيتكلم أو أول جزء كان بيتكلم عن حاجة، لو أنتم فاكرين، حاجة اسمها الديفيزابيليتي. تمام. وقلنا الديفيزابيليتي لها علاقة بالتايم تيبل. تعالى نفهم المثال ده. وعايز بيقول لك تشوز ذا كوريكت انسر if 5 times 7 equal 35. لو ال 5 times 7 equal 35 يبقى ال 35 divisible by كام؟ خلي بالك أنا بسمي ال 5 وال 7 دول بسميهم الفاكتورز. بسموهم ايه؟ فاكتورز. فاكتورز بتوع مين؟ فاكتورز بتوع 35. تمام، لان 5 تايمز 7 ب 35، فال 35 بتكون ديفيزبلز على الفاكتور بتاعها، بتكون ديفيزبل على الفاكتور بتاعها. يعني ال 35 ديفيزبل على ال 5 وال 35 ديفيزبل على ال 7. اشوف مين اللي هو جايبها لي هنا. جايب لي الايه؟ ال 5. طيب 7 is a نقط of 35. ال 7 هي ايه لل 35؟ طب زي ما احنا لسه قايل لك من شويه ان ال 5 وال 7 دول الفاكتورز بتوعها، يبقى ال 7 is a factor لمين؟ لل 35. طيب تعالى بقى على السؤال الاولاني. بيقول لك divisible، بيقول لك in each of the following circle the number which are divisible by 2. عايزين نعمل الارقام اللي هي divisible by 2. قلنا الارقام اللي divisible by 2 لازم يكون الرقم بتاعها even، لازم يكون النمبر بتاعها even. طب ال 15 even؟ لا. ال 18 even. تمام. ال 102 even. ال 500 ال 5224 even. ال 570 even. وقلنا الارقام الايفن بيكون الارقام اللي في الوانز بتاعها بيكون رقم ايفن، يا اما يكون 0 2 4 6 8 and so on. طيب divisible by 3. قلنا النمبر علشان يكون divisible by 3 لازم الصم بتاع الديجيتس بتوعه يكون divisible by 3. يعني انت هتجمع الديجيتس، يعني هتجمع ال1 مع ال0 مع ال0 مع ال2 هيديك 3. طب ال 3 divisible by 3؟ يبقى ده كله divisible by 3. 33 هنجمع 3 بلس 3 equal 6. ال 6 divisible على 3؟ يبقى ده divisible by 3. 1 بلس 2 3. 3 بلس 5 8. 8 بلس 6 equal 14. مش divisible by 3، خلاص ده مش تبعنا. 7 بلس 3 10. 10 بلس 4 14. 14 بلس 1 15. يبقى ده divisible by 3. 1 بلس 2 3. 3 بلس 7 equal 10. 10 بلس 8 equal 18. وال 18 زي ما انت عارف divisible by 3. خلي بالك مشكلتك هي التايم تيبل. انت ما اتعلمتش التايم تيبل كتير، ما اشتغلتش على التايم تيبل كتير. قعدت تتمرقع سيادتك والناس تقول لك احفظ التايم تيبل، وقلت لك هتيجي تقف في جريد 6 على التايم تيبل. مشكلتك دلوقتي ان انت عشان تشوف الرقم divisible by 6 ولا divisible by 3 لازم تكون حافظ التايم تيبل بتاعه كويس. تمام. divisible by 5. عايزين في رقم سي. بيقول لك divisible. احنا قلنا الارقام اللي divisible by 5 يا اما الوانز بتاعها بزيرو يا اما 5. ده 0 وده 5. ده 5. بس هم دول الايه اللي divisible by ايه؟ by 5. divisible by 4. قلنا الارقام اللي divisible by 4. نبص على الرقمين اللي في الوانز والتنز. الرقمين اللي في الوانز والتنز، تبص على الرقمين الاولين لو هما زيرو، لو الاتنين مع بعض الوانز والتنز زيرو، او لو الاتنين بيعملوا نمبر بيكون divisible by 4. بص هنا 0 0 يبقى ده معانا. طيب بص على بص على الوانز والتنز. 12 عاملين كام؟ 12. وال 12 divisible by 4. عاملين هنا كام؟ 24. وال 24 divisible by 4. عاملين هنا 23. لا، عاملين هنا 30. وال 30 مالهاش علاقه بالفور طبعا. منين يا مستر؟ من التايم تيبل يا حبيبي. divisible by 6. قلنا الارقام اللي divisible by 6 بتكون divisible في الاصل by 3، بس بناخد الايفن بتاعها. ازاي يا مستر؟ يعني يا حبيبي اجمع الديجيتس بتوعها. لو لقيت بس قبل ما تجمع الديجيتس او قبل ما تعمل بلس للديجيتس اتاكد ان الرقم لازم يكون ايفن. لازم يكون ايه؟ ايفن. يعني مش هجمع لما يكون الرقم ايفن. طب ده ايفن؟ ده ايفن. اجمعه بقى وشوف الديجيتس هيكونوا ديفيزبل على 3 ولا لا. 3 بلس 9 ايكوال كام؟ 12. طب ال 12 ديفيزبل على 3؟ طب ايه اللي دخل ال 3 دلوقتي يا مستر؟ ما هي الرول بتقول لك كده. علشان تشوف الرقم ديفيزبل باي 6 لازم تبص ايه على حاجتين والاثنين مع بعض. تتاكد ان الرقم ايفن، وبعد ما تتاكد ان الرقم ايفن تجمعهم، تجمع الديجيتس بتوعه وتشوف هما ديفيزبل على على 3 ولا لا. زي دي كده. ده ايفن؟ ايفن. خش اجمع بقى. 3 بلس 9 ايكوال 12. وال 12 ديفيزبل باي 6 باي 3. ده ايفن؟ ايفن. تعال نجمع. 1 بلس 2 ايكوال 3. 3 بلس 8 ايكوال 11. نوت ديفيزبل باي 3. طيب 3 بلس 0 بلس 0 هيديك كام؟ 3. وهو ايفن اصلا زي ما احنا اتفقنا.
وال3 ديفيزبل باي 3 يبقى ده ديفيزبل باي 6. ده ايفن؟ لا مش ايفن، مش هبص له. ده ايفن مش هبص له. طيب ديفيزبل باي 10، قلنا الارقام اللي ديفيزبل باي 10 بيكون اولها 0 بس، بيكون الونز بتاعها بزيرو. طيب بعد كده عايزين رقم ديفيزبل باي 2 و3 اند 5. طيب دي تتحل ازاي يا مستر؟ طيب واحده واحده. ال2 لازم يكون الرقم بتاعها ايفن، يعني انت بتدور على رقم ايفن، تمام؟ ده اول حاجه. وال3 لازم تجمعه، لازم تجمع الديجيتس بتوعه ويكون ديفيزبل باي 3، ويكون اوله يا اما 0 يا اما 5. طب انا هستبعد ال5 ليه يا مستر؟ عشان مش هختار نمبر اوله 5، لان لو اوله 5 هيكون ايه؟ هيكون اود. طيب يبقى انا هستبعد الايه؟ ال5. تمام. طب يبقى انا قصدي هستبعد الرقم اللي فيه 5. طيب تعالى بقى نشوف. يبقى انا بدور على، بتقول لنفسك كده انا بدور على رقم ايفن، بدور على رقم ايفن ويكون مجموع الديجيتس بتوعه بيقبلوا القسمه او يكون ديفيزبل باي 3، ويكون اوله 0، ويكون اوله ايه؟ 0. طب تقول لنفسك كده انا شاكك في ده، تمام؟ تقول لنفسك انا شاكك في ده وشاكك في ده، تمام؟ اشمعنى دول يا حبيبي تاني؟ ما هو دول عشان ديفيزبل باي 2 ايفن وديفيزبل باي 5. طيب ديفيزبل باي 2 لازم يكون ايفن، والديفيزبل باي 5 لازم يكون اوله 0. ليه ما ينفعش اوله 5 يا مستر؟ ما هو لو اوله 5 مش هيكون ديفيزبل باي 2، هيكون اود. يا ريت تكون فاهم. طيب تعالى نجمع. يبقى انا كده حليت الاثنين دول. شايف الرقمين دول اللي هو 330 و600؟ الاثنين دول ديفيزبل على ال2 وال5. فاضل لي بس شرط ان هو يكون ديفيزبل باي باي كام؟ ديفيزبل باي 3. طيب قلنا عشان الرقم يكون ديفيزبل باي 3 لازم تجمع الديجيتس بتوعه ويكون ديفيزبل باي 3. طب 6 بلس 0 بلس 0 هيديك 6، وال6 ديفيزبل باي 3. طيب ده ايفن؟ ده ايفن. ده ديفيزبل باي 5؟ ده ديفيزبل باي 5. ده مجموعه كام؟ 3 بلس 6، 3 ايكوال 6. يبقى دول ايه؟ الاجابتين معايا. طيب طب ما هو ده مستر ايفن اللي هو 582 بس ملوش علاقه بال5، وده مستر ديفيزبل باي 5 بس ملوش علاقه بال2. كده يعني تشغل دماغك شويه. عايزين رقم نوت ديفيزبل باي 2. يعني ايه نوت ديفيزبل باي 2؟ يعني كلهم هيكونوا ديفيزبل باي 2 ما عدا واحد. يعني كلهم ايفن من الاختصار، بالاختصار كده كلهم ايفن ما عدا ممكن يكون واحد او اكتر، يعني مش شرط. هو بيقول لك اختار، ممكن تكون اجابه اكتر من اجابه. ده ايفن مش ده كده ايه؟ ديفيزبل باي 2. طب ده اود يبقى ده نوت ديفيزبل باي 2. ده ايفن. ده اود يبقى ده نوت ديفيزبل باي 2. وده ايه؟ اود يبقى نوت ديفيزبل باي 2. not divisible by 3. not divisible by 3. طيب يعني كلهم divisible by 3 ما عدا ايه؟ تعال نشوف. 2 plus 3 equal، احنا قلنا divisible by 3 لازم تجمع الديجيتس، لازم تجمع الديجيتس ويشوفهم divisible by 3 ولا لا. 2 plus 3 equal 5. ده not divisible by 3. 3 plus 6 9 وال9 divisible على 3. 1 plus 8 9 وال9 divisible على 3. 1 plus 2 3. 1 plus 2 3. 3 plus 7 equal 10 وال10 not divisible by 3. 20 2 plus 0 equal 2 وال2 not divisible by 3. 1 plus 3 equal 4 وال4 not divisible by 3. طيب not divisible by 4، عايزين رقم not divisible by 4. قلنا الديفيزابيلتي by 4 لازم تتحقق من يا اما اولها 0، اولها 0 هنا اصلي 2 0، يا اما اولها رقم بيكون divisible by 4. طب دول مع بعض لا اولها 0 ولا اولها رقم divisible by 4، يبقى ده معانا. دي اولها 16 اهيت، يبقى ده divisible by 4. دي اولها 8، خلي بالك صح من دي. دي اولها 8 وايه و0. طب ال 8 و0 دي يا مستر ده divisible by 4؟ ده divisible by 4. ليه يا مستر ازاي؟ ما هم الرقمين يا حبيبي مع بعض 8 وجنبها ايه؟ وجنبها 0. تمام. يبقى ده divisible by 4. يا مستر ما هي ازاي 8 وجنبها 0 عامله رقمين بديفيزبل باي 4 يا حبيبي؟ ما هي بص ركز معايا. هي 8، هي 8 كده وقدامها ايه؟ وقدامها 0. الرقمين مع بعض ديفيزبل باي 4، يعني ما هو في 0 على الشمال اهو ملوش اي لازمه، يبقى هي ال 8 ديفيزبل باي ايه؟ باي 4. يعني هم انا عايز اقول لك كده ان الرقمين او التو ديجيتس ديفيزبل باي 4. طيب ده كده ديفيزبل باي 4 علشان هم عاملين ال 40 ديفيزبل باي 4. طيب ده ديفيزبل باي 4؟ لا، عشان ال 14 نوت ديفيزبل باي 4. يبقى اما اجي اقول لك كده شوف الرقم هل هو ديفيزبل باي 4 ولا لا، بتبص على الوانز، بتبص على الوانز وتبص على التنز.
تمام. لو لقيتهم الاثنين 0 0 يبقى ده ايه؟ ده ديفيزبل باي 4. ولو لقيتهم الاثنين عاملين نمبر بيكون ديفيزبل باي 4 يبقى ديفيزبل باي 4. نوت ديفيزبل باي 6. طيب الديفيزابيلتي باي 6 لازم تتحقق من شرطين، والشرطين لازم يتحققوا مع بعض. لازم يكون النمبر ايفن، ولازم مجموع الديجيتس بتوعه يكون ديفيزبل باي 3. طيب ده ايفن، حلو، ده ايفن اهو، ده زوجي. طب تعالى نجمعهم كده ونشوف ديفيزبل باي 3. 7 بلس 2 9، ده ديفيزبل باي 3 يبقى ده ديفيزبل باي 6. طيب ده ايفن نمبر اوله 0 اهو. تعالى نجمع الديجيتس بتاعه. 1 بلس 3 4، 4 بلس 4 8، وال8 نوت ديفيزبل باي 3 يبقى الرقم ده اهو نوت ديفيزبل باي 6. طيب ده ايفن، ايفن. خش بقى اجمع الديجيتس بتوعه. 7 بلس 7 بلس 8 15، 15 بلس 2 17، وال 17 نوت ديفيزبل باي 3، نوت ديفيزبل باي 3. طيب ده ايفن، ايفن. خش اجمع الديجيتس بتوعه. 3 بلس 1 ايكوال 4، 4 بلس 8، 4 بلس 8 ايكوال 12، وال 12 ديفيزبل باي 3 يبقى ده مش تبعنا. تمام. طيب ده ايفن، ده ايفن. اجمع الديجيتس بتوع 1 بلس 5 6، ده ديفيزبل باي ايه؟ باي 6. عايزك تاخد بالك من الايه، من الحتت دي قوي. طيب تاني سؤال بيقول لك ايه؟ write 3 numbers which are divisible by 2 and 3 are. خلي بالك من الاسئله، خلي بالك من الاسئله. عايزين رقمين، الرقمين دول هيكون ديفيزبل على 2 و 3. يعني ايه يا مستر؟ عايز رقم ايفن في نفس الوقت يكون مجموع الديجيتس بتوعه بايه؟ بيكون ديفيزبل باي 3. طيب بص ركز معايا، هي ايه ديفيزبل باي 3؟ تعال اكتبها لك في ورقه بره. بص يا مستر اكتب لي كده، يعني امتى يكون الرقم ديفيزبل باي 3؟ يكون ديفيزبل باي 3 لو هو يعني في التايم تيبل بتاع 3. طب اكتب لي التايم تيبل بتاع 3 كده، اللي هو 3 و6 و9 و12 و15 و18 و21 و24 و27 و30، اللي هي دي 3 يعني 3 تايمز 1 3 تايمز 2 وهكذا. طيب انا عايز، خلي بالك في السؤال بتاعنا بيقول لنا ايه؟ انا عايز رقم ديفيزبل على 2 وال3 مع بعض. يعني عايز رقم ديفيزبل على 2 وديفيزبل على 3. ديفيزبل على 2 يعني لازم يكون ايه؟ ايفن. وديفيزبل على 3 يعني لازم المجموع بتوع الديجيتس بتوعه يكون ايه؟ يكون حاجه زي كده. طيب طب ايه رايك ما ناخد هنا من الارقام دي الايفن؟ يعني ما اقول لك مثلا 6، او اقول لك مثلا 60. طب ال 60 ده ديفيزبل، ده 60 ده ايفن؟ ال 60 ده ايفن، يعني هو ديفيزبل على ال 2. ومجموع الديجيتس بتاعه ان 6 بلس 0 هيديك كام؟ 6. وال 6 ديفيزبل على ال 3، ال 6 هنا ديفيزبل على ال 3. تمام. يبقى اول نمبر معانا هيكون كام؟ هيكون 60. طيب تاني نمبر معانا يا مستر، طب ممكن اخدهم كلهم، ممكن مثلا اخد 15. بس ال 15 واحد هيستذكر ويقول لك ال 15 ديفيزبل على 3، بس ال 15 نوت ايفن، نوت ايفن يعني نوت ديفيزبل باي 2، يعني ما بيقبلش الاسم على 2. طب اخد ال 18 يا مستر، ال 18 ايفن، ال 18 ده ايه؟ ايفن نمبر، وفي نفس الوقت ديفيزبل باي 3 لان 1 بلس 8 ايكوال ايه؟ 9. هي اصلا ما هي ال 18 موجوده في التايم تيبل بتاع 3. تمام. يبقى تاني نمبر معانا هو مين؟ هو ال 18. طيب خد يا مستر رقم تالت ايفن اللي هو ال 24. ما هو ال 24 موجود في التايم تيبل بتاع 3، يعني هو ديفيزبل على 3 اصلا لان مجموعهم 6، وفي نفس الوقت هو ايفن. خد كمان يا عم ال 24، ادي يا عم ال 24. تمام. طيب عايزين رقمين يكون ديفيزبل على ال 2 وال 5، ديفيزبل على ال 2 والايه؟ وال 5. طيب معنى ان التو نمبرز يكون ديفيزبل على 2 يعني لازم يكون ايه؟ ايفن. ولازم يكون ديفيزبل على 5 يعني لازم يكون اوله 0 واوله 5. طيب مين اللي هيحقق لك الشرط ده؟ اصل يا مستر لو النمبر اوله 5 استحاله يبقى ايفن، فهستبعد ال 5. فهختار اني نمبر، هختار اي نمبرز. تمام. اني نمبرز الوانز بتاعها، الوانز بتاعها ايكوال كام؟ 0. يعني ايه يا مستر؟ يعني ما اقول لك مثلا 30، ال 30 دي ديفيزبل على ال 5 وال 2 لانها اولها 0 يعني ايفن، وفي نفس الوقت بتبقى الاسم على ال 5 او ديفيزبل باي 5. خد مثلا 40، نفس الكلام، ال 40 ديفيزبل على 2 وال 5. خد مثلا 50، يعني اي رقم اوله 0. يبقى نروح هنا نكتب ايه؟ ال 3 نمبرز بتوعنا اللي هم ال 30 وال 40 وال 50. طيب
عايزين رقم ديفيزبل على 3 وال5. طيب يا مستر احنا في السؤال ده بيقول لك عايزين رقم يكون ديفيزبل على 3 وال5، وقلنا ان الرقم علشان يكون ديفيزبل على 3 لازم تجمع الديجيتس بتوعه، ويكون ديفيزبل على 3، يكون ايه ديفيزبل على 3، لازم يكون من التايم تيبل بتاع 3. يعني لازم ما يكون مجموع الارقام اللي عندك اللي هي يا اما 3 يا اما 6 يا اما 9، لسه كاتبها لك دلوقتي 9 12 18 19 20 21 24 27 30. تمام. طيب وقلنا ان النمبر علشان يكون ديفيزبل على الفايف، النمبر عشان يكون ديفيزبل على الفايف لازم يكون اوله 0 واوله 5. طب مين في دول اولهم 0 او مين اولهم 5؟ مفيش غير ال 30، يبقى هاخد الايه ال 30. طب كده خلاص الارقام خلصت؟ لا خالص. ممكن اقول لك 30، ممكن اقول لك بلاش نقول 3، نقول ايه مثلا نقول 60. تمام، لان ال 6 ديفيزبل على ال 3 وفي نفس الوقت اولها 0. نقول مثلا ايه 90، ال 9 ديفيزبل على ال 3 وفي نفس الوقت اولها 0، فهيكونوا ايه ديفيزبل على ال 3 وال 5. تمام. طيب يبقى نقول 30 و 60 و 9، يبقى هنا نقول ايه 30 و 60 و 90. طيب بعد كده بيقول لك ايه عايزين رقم ديفيزبل على both 4 and 5، ديفيزبل على ال 4 وال 5. بص معايا، احنا قلنا علشان الرقم يكون ديفيزبل على الفور لازم يكون تبص على الوانز والتنز. يعني في حالة الفور تبص على الوانز والتنز، لازم يكون أولهم 0، الرقمين مع بعض يكون 0، أو يكونوا رقمين مع بعض، يكونوا الرقمين مع بعض divisible by 4. طيب في الحالة ديت ايه اللي مشترك؟ الزيرو. يعني أنا عايز رقم أوله 0 واللي أوله 0 هيكون divisible by 5. يعني أنت لو اخترت رقمين أولهم 0، تمام، أولهم 0، تمام، فكده كده هو فيهم 0، فاولهم يعني الوانز بتاعهم ب0، فكده كده هيكون ديفيزبل على ال5. تمام. يعني زي ما بقول لك كده، يعني خد مثلا ال 300 وال 400 وال 700. 300 يا مستر 300 400 700. عايزين 2 numbers يكونوا ديفيزبل على ال 6 وال 4. طيب يا مستر ايه الرول بتاعت ال6؟ قلنا الرول بتاعت ال6 لازم الرقم يكون الاول even، لازم الرقم يكون ايه even، وبعد ما يكون even لازم كمان تجمع الديجيتس بتوعه ويكون divisible على ال3. تمام. طيب دي قاعدة الايه ال6. طب قاعدة ال4 كانت بتقول لك ايه؟ والله يا اما الرقم اولنا 2 0، يا اما الرقمين بتوع الوانز والتنز بيعملوا رقم divisible by 4. طب ايه الارقام اللي هي divisible by 4؟ ايه رايك تعال نكتب ال4 كده. ادا 4 8 12 16 20 24 24 28 28 32 32 36 40. تمام. طيب ايه الارقام اللي ديفيزابل الصم بتاعها بيكون ديفيزابل على 3 اللي هي لو مجموعها طلع 3؟ يبقى انا يا مستر محتاج ادور على الارقام الايفن. تعال ندور على الارقام الايفن. فين يا مستر الارقام؟ كلهم ايفن، كلهم ايه ايفن. اختار من النمبرز دي اللي هم ديفيزابل على 3. يعني ايه؟ يعني اللي مجموعهم بيقبل الاسم على 3. انت اتلخبطت صح؟ ركز معايا. انت دلوقتي عايز يكون الرقم بتاعك divisible by 6 وفي نفس الوقت divisible by 4. تمام. قلنا الرقم لو هو divisible by 4 لازم يكون اوله 2 0 او يكون اوله رقمين يكون divisible by 4. طب ما تيجي يا مستر تختار رقم اوله 2 0 وتريح نفسك وخلاص. يعني انا لو جيت قلت لك ال 600، ال 600 ده رقم ايفن؟ رقم ايفن، يبقى هو محقق الشرط الاولاني. طيب هل مجموع الديجيتس بتوعه بيكونوا ديفيزبل على 3؟ مجموعه ديفيزبل على 3. طيب نروح بقى نشوف هل هو ديفيزبل على 4 ولا لا. طب هل اوله 2 0؟ اوله 2 0 يبقى هو ديفيزبل على 4. يبقى اول نمبر معانا اللي هو مين؟ اللي هو ال 600.
طب ما بالمره يا مستر ما تاخد معاه ال 900. هي ال 900 يا مستر ديفيزابل على الفور، ديفيزابل على الفور ليه؟ لان اولها 2 0، وديفيزابل على ال3 او ديفيزابل على ال6 لان ال9 ديفيزابل على ال3، لان ال9 ديفيزابل على ال3. خلي بالك ال3 بنت عم ال6. تمام. خد بقى رقم كمان وليكن مثلا 1200. 1000 ايه 200. طب اوله كام؟ اوله 2 0، وهو في نفس الوقت لو جمعت يبقى هو ديفيزبل على الفور. هل هو ايفن؟ هو ايفن طبعا، كلهم ايفن عشان كده محققين شرط الايه ال6. طيب لو جمعت ال1 وال2 يديك كام؟ 3، وال3 ديفيزبل باي 3. تاني عشان ما تتلخبطش، الديفيزابيلتي باي 6، الديفيزابيلتي باي 6 لازم تتحقق من شرطين، والشرطين مع بعض لازم الرقم بتاعك يكون ايفن، ادي اول حاجه. ولازم تاني شرط ان مجموع الديجيتس بتوعه، يعني لما تقعد تجمع الديجيتس بتوعه يكونوا divisible by 3. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك عايزين رقمين بوث 2 and 10. الرقمين بيقبلوا الاسم الاثنين على 2 و10، يعني عايزين رقم even عشان يقبل الاسم على 2 ويكون اوله 0. سهله بقى، خد عندك 20 30 40 اي حاجه من دي. عايزين يقبلوا الاسم على 5 و6. تعالى نعملها. 5 يعني لازم يكون اوله 0 واوله او 5، و6 لازم يكون اوله ايفن. يبقى الشرط بتاع ال5 ده مش شكرا مش معانا، لان الرقم اللي اوله ايفن بيبقاش اوله ايه رقم اود. وبعد ما تتاكد ان هو ايفن تتاكد ان الديجيتس بتوعه مجموعهم يكون يقبل الاسم على 3 او ديفيزبل باي 3. طيب هنختار تاني، هنختار رقم يكون اوله اوله 0 ويكون كده هيحقق ان هو يقبل الاسم على 5 او ديفيزبل باي 5. تاني حاجة لازم الديجيتس بتوعه مجموعها يكون يقبل الاسم على 3. تمام. ايه الارقام اللي بتقبل الاسم على 3 اللي هي موجودة في التايم تيبل بتاع ال3؟ اللي هي ال3 وال6 وال9 وال12 وال15 وال18 وال21 وال24 وال27 وال30. طيب تعالى نشوف هنعملها ازاي. لازم يكون اوله 0. خد ال30 يا عم اهو ال30. ال30 اوله ايه؟ اوله 0 يبقى divisible by 5، وفي نفس الوقت مجموع الديجيتس بتوعه بيقبلوا الاسم على ايه؟ على 5. خد اي رقم من دول حط له 0 يا عم اهو 150. خد اي رقم من دول حط له 0. 150 180 حط له 0. تمام كده ساعتها هيحققوا لك الشرط. يبقى انا عندي 30 150 108 اهو 30 150 180. طيب عايزين نمبر او نمبرز 3 نمبرز بيكونوا divisible على 2 وال 3 وال 5. ال 2 وال 3 وال 5. طيب انت عايز نمبر او 3 نمبرز بيكونوا يحققوا ان هم divisible على 2. طيب وال 3 وال 5 قلنا عشان الرقم يكون divisible by 2 لازم يكون ايه؟ even. لازم يكون even. طيب وعشان النمبر يكون divisible by 3 لازم تجمع الديجيتس بتوعه، لازم مجموع الديجيتس بتوعه يكون divisible على 3. يعني ايه يا مستر؟ يعني مجموع الديجيتس بتوعه يكون يا اما 3 6 9 12 اللي انا لسه كاتبها لك. انا مش كل مره هقعد اكتبها لك بقى 3 6 9 12 15 and so on. ويكون عشان يكون divisible by 5 يكون يا اما اوله 0 يا اما اوله 5. طيب خلي بالك، ما هو يا مستر لو اوله 5، لو اوله 5 مش هيكون divisible على 2، مش هيكون even number صح؟ ركز معايا، لو اوله 5 مش هيكون divisible على 2. كده انت طيرت 2 يبقى اشطب ال5 من هنا. قول لا شكرا انا مش هختار ال5، مش هختار الرقم اللي الوانز بتاعه 5 يعني. امال هختار مين؟ اللي اوله 0. اللي اوله 0 هيحقق لي ان هو divisible by 2. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر. رقم اوله 0 بيقبل الاسم على 5 او divisible by 5، واوله 0 بيقبل الاسم على 2. فاضل لي بس ان مجموعه يكون ايه؟ حاجه من دول. طب ما هو يا مستر انا لو جيت عملت نفس الكلام قلت 1 قلت ايه 12 قمت حاطط لها 0، اولها 0 يبقى هي تبقى الاسم على 5 وفي نفس الوقت even تبقى الاسم على 2، وفي نفس الوقت مجموع الديجيتس بتوعها يبقى الاسم على 3. خد ال 15 150 نفس الكلام، اولها 0 divisible by 5 وفي نفس الوقت even divisible by 2 ومجموع الديجيتس بتاعتها divisible by ايه by 3. خد ال 180 نفس الكلام، يبقى ايه 120 150 180 120 150
180. طيب بقول لك ايه، ما هو خد دول بقى انزل بهم تحت، ال 2 وال 3 وال 5 and 10 اللي اوله 0 بيقبل اسم على 10 اهو، 120 150 180. تمام كده كده هم نفس الشروط، وهو اولهم 0 بيقبل له اسم على ايه، على على 10. يعني هو هنا خلي بالك السؤال ده اهو هو نفس السؤال اللي فوق، بس زود عليهم الايه، ان ال 10. ما احنا اتفقنا ان الرقم اللي اوله 0 او الوانز بتاعه 0 بيكون ايه، بيبقى ديفيزبل باي 10. طيب بعد كده 4 و5 و6. طيب قلنا عشان الرقم يكون ديفيزبل باي 4 لازم يحقق اي شرط من الشرطين، يا اما اوله 0 2 0 يا اما رقمين مع بعض ايه بيكونوا ديفيزبل باي 4 الوانز والتنز. وعشان يكون ديفيزبل باي 5 لازم يكون اوله 0 يا اما اوله 5. وعلشان يكون ديفيزبل باي 6 لازم يكون ايفن، لازم يكون ايه ايفن. وبعد ما يكون ايفن لازم مجموع الديجيتس بتوعه يكون ديفيزبل باي 3. طيب ركز معايا هنشطب ايه بقى مع بعض، احنا هنشطب حاجات كتير. اول حاجه عشان تكون divisible by 6 لازم يكون even، لازم يكون ايه even. وعشان يكون even ما ينفعش يكون اوله 5، نشطب ال 5. تمام. يبقى انت ايه اللي مشترك من هنا، لو هو اوله 2 0 هيكون divisible by 4، وهيكون او واحد منهم 0 هيكون divisible by 5، وهيكون ايه even. يبقى انت بتدور على ارقام، على ارقام لازم يكون فيها 2 0، لازم يكون فيها 2 ايه 0، ومجموعها بقى الشرط الاخير ان مجموعها او الصم بتاعها يكون divisible by 3. يعني خد مثلا 5 1 0 0. تمام. طيب اللي هو 5100. ايه ده يا مستر، ازاي ده ديفيزبل عليهم التلاتة؟ هقول لك ما تستعجلش. اولهم 0 يبقى ده ايفن، يبقى ده ايه ايفن. طيب يبقى نخش نشوف الشرط التاني. لو جمعت ال 5 مع ال 1 مع ال 0 مع ال 0 يديك كام 6، وال 6 ديفيزبل على 3 يبقى ده ديفيزبل على ايه، على ال 6. محقق شرط ال 6. اوله 0 يبقى ديفيزبل باي 5، اوله 2 0 يبقى ديفيزبل باي 4. تمام. خد اهو يا عم 30 مثلا 3300. تمام. نفس الكلام 0 يبقى even. تمام. مجموعهم اللي هو 3 بلس 3 6 ديفيزبل على 3 يبقى ديفيزبل على 6، وفي نفس الوقت اوله 0 يبقى ديفيزبل على 5، وفي نفس الوقت ايه اوله 2 0. طيب لو جيت قلت لك مثلا 4 2 0 0، ها نفس الكلام اوله قصدي ان هو even number عشان اوله 0. تاني حاجه المجموع بتاع ال 4 وال 2 يديك 6، وال 6 ديفيزبل على 3. تاني حاجه او تالت حاجه ان هو اوله 0 يبقى ديفيزبل باي 5، اوله 2 0 يبقى ديفيزبل باي 4. تمام. يبقى 5 1 0 0 اهو 5 1 0 0. بعد كده 4 2 0 0 4 2 0 0. بعد كده 3 3 0 0. تمام او زي ما احنا قلنا كده. طيب رقم يكون divisible على ال 4 وال 6 وال 10، ال 4 وال 6 وال 10. طيب قلنا ال 4 وال 6 وال 10 يبقى لازم عشان يكون divisible by 4 لازم يكون اوله ايه 0 0. تمام. ويكون اي رقمين بيكونوا divisible by 4، وعشان يكون divisible by 6 لازم يكون even، لازم يكون ايه even. وبعد ما يكون even مجموع الديجيتس بتوعه يكون divisible by 3، وعشان يكون divisible by 10 لازم يكون اوله 0. يبقى انا هختار اللي ايه اللي اوله 0. تمام. يعني اختار مثلا 3 مثلا 300. طيب هل ال 300 divisible by 10؟ divisible 10 عشان اولها 0. هل هي divisible by 6؟ divisible by 6 لان ال 3 بلس 0 بلس 0 بيكونوا لك ال 3 اللي هي divisible اصلا by 3، يبقى الرقم كله divisible by 6. طب هل هي divisible by 2؟ divisible by 2 لان اولها 2، divisible قصدي by 4 لان اولها 2، 2 0 قصدي. طيب لو جيت قلت لك مثلا بعد كده عايزين 6 0 0. تمام. ال 6 برضو نفس الكلام هتحقق لك الشروط، ولو جيت قلت لك 9 0 0 هتحقق لك نفس الايه الشروط. طيب السؤال التالت بيقول لك complete in as in the example. بيقول لك 59 equal 45. قصدي 5 times 9 equal 45. يبقى ال 45 is a multiple of each of 5 and 9. Also divisible by each 5 and 9. طيب يعني ايه يا مستر؟ يا حبيبي افهم. ما اقول لك مثلا 5
times 9 equal 45. بسمي ال 45 بسميها مالتيبل لل 9 ومالتيبل لل 5. تمام. وبقول كمان ان ال 45 divisible على ال 9 و divisible على ال 5. ال 8 times 6 equal 48. يبقى النقط is a multiple of each of، يبقى ال 48 هي المالتيبل ليهم. ال 48 multiple لل 8 and 6 and also divisible by each of، يبقى ال 48 divisible by 8 and 6. تمام. يبقى ال 48 divisible by 8 and 6. طيب 9 times 10 equal 90. يبقى نقط is a multiple of each، يبقى 90 is a multiple of 9 and 10 and also divisible of each برضو 9 and 10. 4 times كام يدينا 404. طيب خليك ناصح بقى. 4 times 100 1 100 ايه 1. 4 times 1 ب 4 4 times 0 ب 0 4 times 1 ب 4. يبقى نقط then نقط is a multiple of each، يبقى ال 100 ال 101 multiple of each لمين ومين. ال 101 هيبقى multiple قصدي سوري معلش دي غلط، مش ال 101 يا مستر، ال 404. ال 400 شفت بقى الغلط. ال 404 is a multiple لمين؟ لل 101 and ال 4 and also divisible by 101 and ال 4. طيب كام times 5 equal 15. خليك بقى ناقص، هيبقى نقول ايه 30. 0 times 5 ب 0 3 times 5 ب 15. يبقى ال 150 اقول له كده ال 150 is a multiple لمين؟ multiple لل 5 and 30 and also divisible by each of 5 and 30. السؤال رقم 4 بيقول لك complete with divisible or not divisible. ال 12 is not by 5. ال 12 ملهاش علاقة بال 5 يبقى اقول له ايه not divisible. طيب ال 48 وال 6 6 times 8 يبقى اقول له divisible. ليه يا مستر؟ عشان هي موجودة. ما اقول لك 6 times 8 ب 48. ال 72 وال 4 ما تستعجلش. تعالى كده وهفهمك. هي ال 72 لو قسمناها على ال 72 لو قسمناها على ال 4 هينفع؟ يعني لو جيت قلت لك 72 divided by 4. ثواني يا مستر، انت قايل لي من شويه ما تخليك بقى كده يعني 72 قلت لي الرقم عشان يكون divisible by 4 لازم يكون اوله 0 0 وده مش متحقق هنا، او يكون اوله رقم يكون divisible by 4. طيب تعالى بس اتاكد من حاجه، ان هو بقول لك 4 times 15 4 times 5 equal كام؟ equal 20. احط الزيرو كرقابة 2. 4 times 1 ب 4 ومعايا 2 يبقى كام؟ 60. طب 4 times 16 4 times 6 equal 24. احط ال 4 وكرقابة 2. 4 times 1 equal 4 ومعايا 2 يبقى كام؟ 6. فيبقى 64. بعد كده 68 69 70 71 72 اهي. شفت بقى ال 72 موجودة اللي هي 4 times 18. 4 times 18. طيب 4 times 8 ب 32. احط 2 كاري اب 3. 4 times 1 ب 4 ومعايا 3 يبقى ال 4 times 18 هتدينا 7. 4 times 18 هتدينا 72. يبقى ارجع هنا واقول له كده ان ال 72 is divisible by 4. طب ال 93 وال 2. ال 93 وال 2 اولا ال 93 مش even يبقى ايه not. طيب 707 و 3. 7 و 7 كام؟ 14 وال 14 ملهاش علاقة يبقى له ايه not divisible by 3. 120 و 10. ال 10 قصدي الرقم عشان يكون divisible by 10 لازم يكون أوله 0 وده محققه هنا وبقول له ايه divisible عشان أولها 0. تعال نحل اللي بعد. بيقول لك in the following number of the volunteer in 6 cities in Egypt to participate at the food bank. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ بيقول لك عندنا فولنتيرز اللي هم المتطوعين في 6 مدن عشان بنك الطعام. كان عندنا ايه الارقام اللي هم لاحظوها دول. تمام. اللي هي 21 102 مش عارف كذا. بيقول لك ذا ايفن نمبرز الارقام الزوجيه. سؤال عادي خالص مفيش فيه اي مشكله. الارقام الزوجيه اللي بيبقى اولها 0 2 4 6 8 ما انت خلاص عرفتها بقى استاذ فيها بقى. يبقى 102
120 100 بس. the odd number الأود نمبر انت عارف الأود نمبر 21 225 وبعد كده 101 which numbers are divisible by 2 اللي هي الايفن يعني خلاص مش محتاجة فقاقة، هي الايفن هي اللي divisible by 2. طيب complete the following table. خلاص كلها بقى الموضوع سهل يعني اعتقد ان الموضوع سهل. طيب the number divisible by 2 هل هو divisible by 2؟ ايوه. هل هو divisible by 3؟ ايوه. ليه يا مستر؟ عشان يا حبيبي 1 plus 2 3 و 3 divisible. هل هو divisible by 4؟ لا. هل هو divisible by 5؟ لا. هل هو divisible by 6؟ طالما هو divisible by 3 ولا ويكون even يبقى هو divisible by 6. هل هو divisible by 10؟ لا. طيب 21 هل هو divisible by 2؟ لا عشان هو odd. هل هو divisible by 3؟ ايوه. هل هو divisible by 4؟ لا. هل هو divisible by 5؟ لا. هل هو divisible by 6؟ تمام. لا مش divisible by 6. ازاي يا مستر؟ ما هي 2 plus 1 divisible by. يا حبيبي قلت لك عشان يكون divisible by 6 لازم يكون even، لازم يكون even وبعد كده الديجيتس بتوعه لما تعمل لهم sum يكونوا divisible by 3. طيب 225 هل هو divisible by 2؟ لا لان هو مش even. هل هو divisible by 3؟ برضو تعال نجمع الديجيتس بتوعه كده 2 plus 2 equal 4 4 plus 5 equal 9 صح هيكون divisible by ايه؟ by 3. طب هل هو divisible by 4؟ لا يا مستر لان لا هو اوله 2 0 ولا هما الرقمين اللي في الاول بيعملوا رقم divisible by 4. divisible by 5 ايوه. divisible by 6 لا. هل هو divisible by 10؟ لا. طيب ال 100 هل هو divisible by 2؟ ايوه. هل هو divisible by 3؟ لا. تمام. هل هو divisible by 4؟ ايوه عشان اوله 2 0. هل هو divisible by 5؟ ايوه. هل هو divisible by 6؟ تمام هو even هو يا مستر بس ما بيعملش رقم divisible by 3 يبقى ده غلط. هل هو divisible by 10؟ 120 divisible by 2 divisible by 3 ليه يا مستر؟ عشان 1 plus 2. خلاص بقى ما انت عارف بقى بقيت استاذ. طيب divisible by 4 مش عامل 2 0 بس عامل 20. عامل ايه؟ 20 وال20 divisible by 4. هل هو divisible by 5؟ ايوه divisible by 5. هل هو divisible by 6؟ ايوه divisible by 6. هل هو divisible by 10؟ divisible by 10. طيب 101 not divisible by 2 divisible by 3 لا not divisible by 3. هل هو divisible by 4؟ not divisible by 4 not divisible by 5 not divisible by 6 not divisible. يا سلام. لا كل واحد يعني بصراحة سؤال حلو يعني لازم واحدة كلها كده وواحدة كلها كده. طيب أنا علمت لك في الجدول اللي فات اهوت اختار بقى منه إيه وعوض في السؤال ده. طيب بيقول لك complete the following. The number is divisible by 2 if one's digit is even. النمبر بيكون divisible by 2 لو الوانز digit بتوعه أو الوانز الرقم اللي في الوانز بيكون even. The number is divisible by 5 if the one's digit is 0 or 5. 0 or إيه؟ 5. All numbers except 0 are divisible by. كل الأرقام ما عدا الزيرو divisible by itself. divisible على نفسها itself. ازاي يا مستر؟ هو الزيرو ما ينفعش اقسمه على ايوه حبيبي ما ينفعش في حاجه اسمها زيرو divided زيرو. each number is divisible by by 1. اي رقم بيقبل القسمه على 1. تمام. طب هنا ليه يا مستر ما ينفعش اقول او itself؟ عشان الزيرو ما بيقبلش على itself. تمام. فلو قال لك all numbers except 0 divisible by itself. all numbers is divisible by itself. طيب the two numbers 18 and 21 are divisible by كام؟ طيب بص يا مستر هو فيهم واحد even وواحد مش even واحد odd. طيب يبقى كده من التو راحت مني نخش على الثري. الثري لازم يعملوا الصم بتاعهم يكون divisible by 3. ال1 و 8 9 وال2 1 3 يبقى divisible by ايه؟ by 3. طيب خلاص بقى بقيت الارقام طارت لا ال4 ولا ال5 ولا ال6 ايه معانا. طيب the smallest number which can be added to 677 to make a result divisible by 3. يعني انا معايا ركز بقى عشان السؤال ده مهم. 677 اضيف له كام؟ اضيف له كام علشان يعمل رقم divisible by 3. طب هو ده مش divisible by 3 ليه يا مستر؟ علشان ال 6 plus 7 equal
6 بلس 7 ايكوال كام؟ 13. 13 بلس 7 ايكوال 20. طب ما انا لو حطيت له 1 هيبقى 21. يعني انا لو حطيت له 1 هيبقى 21. يبقى اصغر نمبر ذا سمولست نمبر ذات كان بي ليه يا مستر؟ ما انا لما اضيف له 1 هيبقى كام؟ 678. وهل ده ديفيزبل باي 3؟ تعالى نجمعهم كده. 6 بلس 7 ايكوال 6 بلس 7 ايكوال 13. 13 بلس 8 ايكوال 21. طب ال 21 ديفيزبل باي 3. يبقى اصغر رقم ممكن اضيفه علشان يخليه ديفيزبل باي 3 هو مين؟ هو ال 1. The smallest number can be added لل 7321 to make the results divisible by 4. عشان اخليه divisible by 4 ركز معايا، حلو السؤال ده. هو 7321. طيب هو كده كده مش هينفع اخلي الرقمين دول الاتنين زيرو، ما احنا قلنا divisible by 4 لازم يكون الاتنين زيرو، او يكون الرقمين اللي في الاول دول divisible by 4. طب ال 21 بعدها كام؟ بعدها 22 مش not divisible by ايه؟ by 4. طب ال 23 برضو نفس الكلام. طب ال 24 يبقى انا محتاج ازود على النمبر ده، ازود له كام؟ 3. محتاج ازود له 3. ليه يا مستر؟ ما انت لو زودت له 3 هيكون الناتج كام؟ 7324. وال 24 ده هي divisible على ال 4، فيبقى الرقم كله divisible على ال 4. طيب بعد كده بقول لك the smallest number which can be added to ال 7154 to make the result divisible by both 2 and 5. خلي بالك بقى، بدأ يلعب لك بقى في الأرقام الإيه الحلوة بقى. 2 5 2 إيه و5. 2 5 يعني لازم يكون الرقم اللي هيطلع لازم يكون even. وعشان الرقم يكون even ويكون divisible by 5 لازم يكون أوله إيه؟ 0. يبقى خلي بالك، يبقى 7154 عايز ال 4 دي تبقى 0، يبقى اضيف لها كام؟ اضيف لها 6 عشان تبقى 10. يبقى اصغر رقم هيدي لي كام؟ بركز معايا. 4 بلس 6 ايكوال 10. احط الزيرو وكاري اب الايه؟ ال1. ال1 يجي على ال5 يبقى ايه؟ 6. وبعد كده 1 وبعد كده 7. طب هل الرقم ده ديفيزابل على ال2؟ ديفيزابل على ال2 عشان اوله 0. وهل هو ديفيزابل على ال5؟ عشان قصدي اوله 0 يعني ايفن يعني. وهل هو ديفيزابل على ال5؟ ديفيزابل على ال5 عشان اوله 5. طيب يبقى كده انا ضفت كام بقى؟ هو عايز يعرف الاجابه اللي هو 6، يبقى انا اضيف له 6. The smallest 3 digits number أصغر 3 digits number divisible by 2 و 5 و 10. يعني أصغر نمبر مكون من 3 digits ويكون divisible by divisible على 2 يعني لازم يكون even، و divisible على 5 يعني لازم يكون أوله 0، و divisible على 10 يعني لازم يكون أوله 0. اللي هو إيه يا مستر؟ اللي هو 120. 120 ده أصغر 3 digits number. تمام. 120 صح؟ طيب the smallest 3 digit number divisible by 3 5 and 2. divisible by 3 يعني لازم السم بتاع الديجيتس بتوعه يكون divisible by 3، والdivisible by 5 يعني لازم يكون أوله 0، والdivisible by 2 يعني لازم يكون أوله 0 برضه يعني even، يعني لازم يكون even. طيب خلي بالك، يبقى أنت دلوقتي بتدور على رقم أوله 0، بتدور على رقم أوله 0 تمام، وفي نفس الوقت يكون السم بتاع الديجيتس بتوعه ايه؟ ديفيزابل على 3. اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو ال 120. نفس الكلام برضه 120. ليه يا مستر؟ ما هو 1 بلس 2 ايكوال كام؟ 3، وال 3 ديفيزابل على 3، والرقم اوله 0 ديفيزابل على 5، والرقم اوله 0 يعني ايفن ديفيزابل على 2. the smallest 3 digit number divisible by 3 و 4 و 5. ديفيزابل على 3 يعني مجموع الديجيتس بتوعه يكونوا ايه؟ ديفيزابل على 3. و4 يعني اوله 2 0 او اوله رقم من ايه؟ من التايم تيبل بتاع اللي اوله رقمين، قصدي اوله 2 0 او اوله 2 ديجيتس ديفيزابل باي 4. ويكون ديفيزابل على 5 يبقى اوله 0. يبقى انا هختار الايه؟ اللي اوله 2 0. ركز معايا عشان الايه؟ المسائل دي مهمه. يبقى انت دلوقتي بتدور على رقم اوله كام؟ اوله 2 0. تمام. طيب حلو قوي. مثلا ممكن اختار هو بيقول لي اصغر ذا سمولست يبقى 1، وبعد كده نقول مثلا 0 0. لا غلط. ليه يا مستر؟ هما الاتنين دول خلي بالك، الاتنين 0 يبقى ديفيزبل على 4، و0 يبقى ديفيزبل على 5 بس مش ديفيزبل على ال 3. طيب ممكن اعمله ازاي؟ طيب ما تيجي يا مستر نجرب مثلا ونقول انا عارف الرقم بس انا بجرب معاك، بفكر بدماغك. لو قلنا
2 0 0. طيب نفس الكلام بس 2 نوت ديفيزبل على مين؟ على 3. يبقى هو اللي جاي اللي هو مين؟ اللي هو 300. لو قلت لك 300 هيكون ديفيزبل على 5 عشان اولها 0، وديفيزبل على 4 عشان اولها 2 0، وديفيزبل على 3 عشان ايه؟ 3 بلس 0 بلس 0 يديك 3، واللي هي ديفيزبل على 3 نفسها. تعالى بقى للمالتيبل تشويس اللي هو السؤال المهم جدا واللي بيجي زيه في الامتحانات. بيقول لك choose the correct answer any نقط is divisible by 2 any even number. اي رقم even بيكون divisible by 2. any number is divisible by 3. اي رقم divisible by 3 if the sum of its digits divisible by 3. اي رقم بيكون divisible على 3 لو المجموع بتاع الديجيتس بتوعه divisible by 3. طيب رقم 3 بيقول لي the number 75 is divisible by 75 اولها 5. divisible ايه يا مستر؟ divisible على 5. طب 7 بلس 5 يا مستر ما 12، وخلي بالك divisible على 3 بس هو ما جابلكش ال 3 هنا. the number اللي هو 1132 is divisible by، ده even يبقى divisible by 2 ما جابلكش ال 2. طيب نجرب ال 3 ما جابلكش ال 3. طب نجرب ال 4، خد اول رقمين اللي هم ال 32. ال 32 ده divisible على 4 خلي بالك. طيب the number not is not divisible by 4، خلي بالك من الأسئلة دي. not divisible by 4 مش بيكون divisible، كلهم بيكونوا divisible على 4 ما عدا رقم معين. بص كده على أول الأرقام، هي ما فيش أولها 0 بس أولها أرقام، يعني الونز والتنز هنا 12 divisible by 4. 4 to 4 هنا divisible by 4. 16 divisible by 4. ال 34 هي اللي مش divisible by 4، يبقى إيه تاخدها معاك. 3516 is not divisible by، خلي بالك يعني هو divisible عليهم كلهم ما عدا ايه؟ ما عدا واحد. طب ده ايه يا مستر قصته ايه ده؟ هل هو divisible على 3؟ تعال نجرب ال 3. هل هو not divisible by؟ يا حبيبي ما هو اكيد not divisible by 5 لان مش اوله 5 ولا 0. تمام؟ مش دي قاعدة ال 5؟ طيب 511 بلس كام يكون يديك رقم divisible by 5؟ ايه ده يا مستر؟ يعني ال 500 دي، ال 511 عايزها تكون divisible by 5، يعني انا عايز احول ال 11 دي يبقى الرقم يكون اوله 0. تمام؟ يبقى انا لو زودت عليها كام يكون اولها 0؟ لو زودت عليها 9. 9 بلس 1 ايكوال 0. احط الزيرو قبل 1 يبقى هنحط هنا 2 كده يبقى 520. يبقى كده ساعتها divisible by 9 لو انا حطيت لها divisible by 5 لو انا حطيت لها 9. طيب ال 715 ماينس كام يكون divisible by 4؟ طيب يعني انا عايز اخلي الرقم ده divisible by 4، يعني انا عايز اخلي الرقمين اللي في الاول اللي هم ال 15 عايزهم يبقوا كام؟ 12. خلي بالك ليه مش 14 ولا 13؟ لان دول مش divisible، مش divisible by 4. يبقى انا لو شلت من ال 15 دي 3 ساعتها هيبقى الرقم 712. 700 دي 12، وال 12 divisible على ال 4. طيب the number not is divisible by 4 and 5. 4 and 5 ايه قاعدة ال 4 يا مستر؟ فكرني بيها كده. قلت لك قاعدة ال 4 لازم يكون الرقم اوله 0 0 او اوله 2 digits يكون divisible by 4. طب الرقم يكون اوله 0 0 يبقى هو ال divisible by 4 وفي نفس الوقت divisible by ايه؟ by 5 لان اوله 0. طيب the number not is divisible by 2 3 و 10. عايزين رقم يكون divisible by 2 و 3 و 10. طيب 2 و 10 دول الشرط بتاعهم مشترك اللي هو ايه؟ ال2 يعني ايفن، والرقم لو اوله 0 هيبقى ايفن. تمام؟ انت بتختار رقم اوله 0 وفي نفس الوقت لازم يكون divisible by 4 يعني اوله 2 0. يبقى انت شاكك في رقمين، يا اما ده يا اما ده. ده اللي هيختار لك ال 3 لازم يكون divisible by 3 كمان، يبقى اختار الرقم اللي مجموع الديجيتس بتوعه يكون divisible by 3 اللي هو مين؟ اللي هو 600. اسئله حلوه جدا على فكره. the number not is divisible by 4 و 6 و 10. 4 و 6 و 10. طيب الديفيزبل باي 4 يا مستر لازم يكون الرقم اوله 2 0 او اوله رقم في التايم تيبل بتاع الفور. والديفيزبل باي 6 لازم يكون ايفن، لازم يكون ايه؟ ايفن. وبعد ما يكون ايفن لازم مجموعهم يكون ديفيزبل باي 3. والديفيزبل باي 10 لازم يكون اوله 0. يبقى انا هختار الرقم اللي اوله 0. طب 0 1 ولا 2 0؟ يبقى انا هختار رقم اوله 0 1. ركز بقى معايا عشان الحته دي عايزه تفكير. اوله 0 1 وفي نفس الوقت بيعمل رقم ديفيزبل باي 4. تعالى كده نشوف اللي اولها 0 1 وبتعمل ديفيزبل باي 4. عندي ال 20 وعندي ال 40. طيب مالهم ال 20 وال 40؟ اولا ديفيزبل باي 10 وديفيزبل باي 4. حلو قوي. طيب مين فيهم اللي هيكون ديفيزبل باي 6؟
اللي مجموع الديجيتس بتاعه يكون divisible by 3 اللي هو مين؟ ال 120 لأنه 1 plus 2 equal 3. طيب بعد كده في 12 بيقول لك the number not is divisible by 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 10. ايه النمبر العجيب ده؟ 2 يعني even. 2 يعني ايه؟ even. و 4 برضه يعني even. و 4 يعني ايه؟ even. ما هو اوله زيرو، ما انت بتقول اوله 2 زيرو، او اوله رقمين بيكونوا ايه؟ بيعملوا التايم تيبل بتاع الايه؟ بتاع الفور. 5 يعني اوله زيرو. 6 يعني even برضه اوله زيرو، و10 يعني اوله زيرو. طب انا هختار رقم اوله زيرو، ما كلهم يا مستر اولهم زيرو. طيب ال 20 ديفيزبل على 2 صح؟ ال 20 نوت ديفيزبل على 3 خلاص شكرا. ال 30 ديفيزبل على 2 مظبوط. ال 30 ديفيزبل على 3. ال 30 نوت ديفيزبل على 4. طيب ال 40 ديفيزبل على 2. ال 40 نوت ديفيزبل على 3 لانها مش موجوده في جدول ال 3. طيب او لان ما بتعملش يعني الفورم اصلا ملهاش علاقه بال 3. 60 ال 60 ديفيزبل على 2 لانها ايفن، وال 60 ديفيزبل على 3 لان 6 بلس 0 يديك 6، و6 ديفيزبل على 3. ال 60 موجوده في التايم تيبل بتاع الفور، تمام، اللي هي 4 تايمز 15. 4 تايمز 15. طيب ال 60 ديفيزبل على 6، تمام، لان 60 تايمز ديفايدد 6 equal 10، وال 60 اولها 0 يبقى هي ال 60. طيب the number which are divisible by both 2 and 3 also divisible. بيقول لك الرقم اللي هيكون divisible على 2 وال 3 هيكون divisible على ايه كمان؟ ركز معايا، معنى ان هو divisible على 2 يعني هو even، تمام، يعني انا بختار رقم ايه؟ even. طيب ايه اللي بيقبل اللي even هنا؟ عندي 10 وال 6 وال 4 even، بس يكون divisible على 3. ال 10 مش معايا ولا ال 4 معايا، يبقى هي مين؟ هي ال 6. طيب each whole number is divisible by، بيقول لك اي رقم صحيح divisible على ايه؟ على ال1 طبعا. whole number اي رقم، بدل ما اقول لك each number او اي رقم يبقى قال لك whole number. بص بقى يا صديقي، انا كده وصلت لنهاية الحصة. المفروض يعني انا مش طالب منك غير انك تشترك في القناة لو انت لسه بتشوفني لأول مرة، تعرف زمايلك وتشير الفيديو لو انت استفدت منه. لو انت عايز حاجة معينة ركز لك عليها اكتب لي في الكومنتات. احنا عايزني اعدل لك حاجة في الشرح، اشرح لك بطريقة معينة اللي انت عايزه، انا هنا عشان اساعدك. ما تنسانيش بدعواتك، ما تنساش تبر ابوك وامك، اكتر حد بيحبوك في الدنيا واكتر حد بيتعبوا علشانك. ما تنساش تدعم او تدعمني بلايك بكومنت، الحاجة دي بتفرق معايا جدا جدا جدا. صدقني والله يعني انا عايز افيدك، مش عايز اكتر من كده. يا ريت لو في اي اسئلة او في اي تعليقات سيبها لي. تمام. اتمنى تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.